شوف معايا كده الفيديو ده. الله وبركاته. وصلنا دلوقتي مدينة المستقبل. تعالى اوريك اللهم بارك معانا الفطير عشان انا مش هعرف اصور في العبور. بصوا الفطير ده اوردر عروسه يا جماعه، طالباه بالعلب بتاعته. بص الفطير منظر العلبه عامله ازاي. ده اوردر اللهم بارك اهوت. وريني كده يا محمد، ده اوردر عروسه، ربنا يا رب يتمم لها على الف خير. بصوا بقى الفطير النهارده العبور كلها هتاكل معانا فطير. بصوا الفطير عامل ازاي، والله العظيم ريحته تحفه وشكله، يعني انتوا اكيد شايفين شكله. ومعانا قرص اهوت، الطبق بيبقى كيلو. وريهم الكسكسي، ومعانا كسكسي انا مش عارفه اصور قوي. وادي الكسكسي اهوت. احنا في مدينه المستقبل دلوقتي، وكمان جبت لكم جبنه قديمه هي في الطبق نص كيلو. احنا دلوقتي رايحين مدينه العبور، بس مش عارفه اصور لكم. معايا بقى الجاتوهات والتورت، ومعايا مصنعات اللحوم البلدي كلها. اللي عايز حاجه يحجز. هننزل ان شاء الله برده الخميس العبور، وان شاء الله يوم الثلاث في الشروق ومدينه المستقبل. ويا جماعه لما برجع بالليل والله بشوف الاوردرات الناس كلها. مع الف سلامه. ست على رجلها طول اليوم، ما حدش مساعدها في الشغل، هي اللي بتعمل كل حاجة تقريبا. يعني بتروح تجيب المنتجات دي من المورد، وكمان شايلة بنتها على ايدها، وبتروح بعد كده توصل الاوردرات دي. اللي اغلب الاوردرات اللي هي معاها دي، الاوردر ممكن تلاقيه في الشروق، في مدينة المستقبل، في التجمع، في اماكن كلها بالنسبة لها طبعا بعيدة، والحركة بتاعتها يعني بتكون صعبة، خصوصا ان معاها بنتها. الا ان هي برضو شغالة، الا ان هي ما قالتش طب ما افتح لايفات، طب ما انا افتح لايف واعمل صعبانيات، او اخد اي طريق تاني زي ما ناس كتير بتعمل. انا عايزك كده تفتح تشوف الناس اللي فاتحه لايفات، هتلاقي ناس بصحتهم، او واحد جنب مراته، والاتنين للاسف بيعملوا حاجات يعني الواحد يتكسف حتى ان هو يتكلم فيها. وتلاقي بعدها يجوا في الاعياد وفي المناسبات، تلاقي في الاضحيه وتلاقي في الحاجات دي بيتعاملوا ان هم ناس شقيت وناس اشتغلت، ويقول لك ايه، الحمد لله احنا السنه دي عملنا وسوينا، اصلا مين زينا، اصل ويتمنظروا بالفلوس دي اللي هم جايبينها منين؟ جايبينها من اللايف اللي بيطلعوا يقلوا من نفسهم فيه، بالحاجات اللي هي يروح يجيب له كيس دقيق ولا شويه الوان ويقعد يعمل بيها الفيديوهات اللي انت بتشوفها دي. وفي نماذج انتوا عارفينها وشايفينها بيعملوا كده. الا ان الست دي اختارت الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه، الطريق اللي فيه كفاح وفيه تعب وفيه حلال. الست دي تشكر. وبصراحة أنا شايف إن لو كل النماذج كده، والله العظيم صدقوني كل المشاكل اللي إحنا بنمر بيها دي، وكل الأشكال اللي إحنا عمالين نشوفها دي وموجودة في اللايفات وفي الحاجات دي، إحنا هنرتاح منها. لكن الست دي اسمها أم آدم، بتبيع منتجات اللي هي الفطير، المصنعات بتاعت اللحوم، البرجر، البيف، يعني كل الحاجات اللي هي بتستخدمها في السندوتشات، الحاجات اللي بتستخدمها في الاكل السريع، الفاست فود والحاجات دي. فبصراحه انت نموذج، ربنا يبارك لحضرتك وربنا يبارك لك في بنتك وفي اهل بيتك كلهم. انا هسيب لكم كل الارقام بتاعتها، او الحاجه اللي تقدروا توصلوا لها من خلالها، علشان اللي حابب يشتري منها يشتري. احنا ولا بنقول الست دي ادوها فلوس من غير اي حاجه ولا من غير شقه، لا، اديها فلوس واشتري منها، لان هي انا لاحظت انها ما بتقبلش اصلا اي حاجه. فربنا يرزقها وربنا يديها الخير كله.